السلام عليكم. اليوم غادي نوريكم كيفاش تجيبوا نقطة مزيانة في أسئلة اللغة language، وكيفاش تخرجوا الإنشاء اللي هو writing. غادي نبداو بأسئلة اللغة اللي عليهم 15 نقطة مع أسهل وأبسط شرح للدروس، ومن بعد غادي ندوزو الإنشاء اللي عليه 10 ديال النقط اللي فين غادي نحاول نبسط لكم المواضيع. يلا نبداو. غادي ندوزو دابا language. عندنا هنايا fill in the gaps with the appropriate words from the list. هنايا عاطينا جوج ديال لي ليست. كيف ما كتشوفوا انا كاتبه ديجا الاجوبه، ولكن غادي نشرح لكم. fill in the gaps with the appropriate words from the lists. عندنا هنايا عاطينا اون ليست وخصنا نشوفوا الجواب الصحيح. Sandy had to cancel her trip to Turkey. يعني Sandy had to يعني اضطرات cancel her trip to Turkey باش تلغي الرحله ديالها لتركيا. عندنا واحد الفراغ health problems هي اسباب ديال الصحة. هنايا عندنا so as to هي الأولى في لا ليست. هاد so as to كتعني لكي ما نقدروش نديروها. Sandy had to cancel her trip to Turkey so as to health problems. حتى في الجملة ما جاتش هي هذيك. عندنا هنايا as a result هي كنتيجة لذلك، يعني كنتيجة لذلك حتى هي ما جاتش. Sandy had to cancel her trip to Turkey as a result health problems. كيفاش زعما لنتيجة لذلك أسباب صحية؟ no. so الجواب الصحيح هو because of. هو الجواب الصحيح، يعني because of كتعني بسبب. Sandy had to cancel her trip. Sandy اضطرت أنها تلغي الرحلة ديال تركيا بسبب مشاكل صحية، ماشي لكي مشاكل صحية أو لا كنتيجة لذلك مشاكل صحية. Number 2 عندنا أشرف حكيمي فراغ was selected best young player is originally from Wadzam. was selected best young player يعني تختار أنه أفضل لاعب صغير originally from Wadzam، هو من الأصل من Wadzam. عندنا هنايا whose whom وهو. whose اللي كتعني possession، يعني كتملك شي حاجة ما نقدروش نديروها. علاش؟ whose ديما كيتبعها subject، دونك هذه ما يمكنش. ثانيا بقى لينا هم وهو، هادو بجوجهم كنستعملوهم الانسان يعني للشخص. عندنا هنا اشرف حكيمي، باش غادي نعرفوا ان وحده من هاد الجوج غادي نديرو. هنايا هم ما غاديش نقدروا نديروها. علاش؟ حيتاش هم ديما خاص يكون وراها subject plus verb، وحنا ما عندناش subject plus verb، عندنا غير verb. يعني ديريكتومون الجواب الصحيح هو أشرف حكيمي who was selected best young player is originally from Wadzam. B. Give the correct form of the words in brackets. هنايا عطينا واحد جوج ديال الكلمات وخصنا نشوفوا الكوريكت فورم ديالهم شنو غادي تجي مع الجمله، سواء adjective ديالهم سواء noun ديالهم. حنا غادي نشوفوا على حسب الكونتكست ديال الجمله ونشوفوا شنو غادي نخدموا. Rita gets a lot of عندنا هنايا satisfy اللي هو فعل كيعني إرضاء from volunteer work with the disabled. كيف ما كتشوفوا هنايا درنا satisfaction يعني الرضا. رضا كتحصل على بزاف ديال الرضا من volunteer work اللي كدير for ولا with the disabled. هنايا عندنا رشيد hasn't sent his apply for the job yet. درنا application. علاش؟ حيت application كتعني طلب، وهنايا داوين على job يعني كيهضروا على طلب. hasn't sent his مازال ما صيفطش الطلب ديالو ديال الخدمه yet اللي هي مازال. Exercise C. Rewrite the sentences as indicated. دابا هنايا عطينا الجمل وتحت منهم بادينهم لينا وحنا خصنا نكملوهم. الجملة الأولى Our teacher asked us to join WhatsApp group. He wants to share lessons. هنايا كتبي لينا Our teacher asked us to join the WhatsApp group so that. هنا مني تكون عندنا that ديريكتومون وراها عرفوك اننا غادي نكتبو خصنا نديرو subject plus modal verb plus modal نديرو subject plus modal. يعني subject اللي عندنا اللي هو هي كما كتشوفوا عندنا هنا هي، وغادي نزيدو كان
so that he can share lessons. غادي تقولوا لي علاش ما درناش could؟ هنايا ما درناش could حيت عندنا wants. كون كانوا دايرين لينا wanted كنا نديرو could، لكن دايرين لينا wants سو غادي نديرو can. الجملة الثانية the secretary arranged the documents on the shelves. هنايا بادين لينا ب the documents. هنا عندنا هنايا في simple past، دونك غادي نديرو حتى حنايا verb to be، غادي نزيدو verb to be وغنديرو حتى هو في simple past اللي هو were. علاش درنا were وما درناش was؟ حيت the documents في plural was ديال singular. the documents were arranged on the shelves. هاد الجملة هادي by the shelves by the secretary sorry. هادي إلا زدتوها الجملة عندكم صحيحة، إلا ما زدتوهاش الجملة كتبقى صحيحة. يعني سواء درتوها سواء ما درتوهاش الجملة كتبقى صحيحة. هنا عندنا I will talk to the boss about the problem and said. هنا كيف ما كتشوفوا عندنا لي غيومي، يعني هذا خطاب مباشر ديال ان اللي هي بنت قالت. هنا عندنا and promised. مني كتكون عندنا promised كنزيدو to talk to plus verb. مني كتكون عندنا promised كنزيدو to plus verb. هادي خدوها كقاعدة. une fois تكون عندنا promise to plus verb. قلنا حنا عندنا verb to talk، دونك غادي نكتبو talk. to talk to the boss about the problem. to talk to the boss about the problem. مني كيكون عندنا reported speech، مني كتعاودو تكتبو هاد الجملة كنحيدو لي غيومي تماما متنديروهمش. هنا عندنا exercise التالي اللي هو D. التمرين التالي عندنا put the verbs in bracket in the correct tense. دابا هنايا عاطينا دي verb وخصنا حنايا افعال، خصنا حنايا نحطوهم في correct tense، يعني في الزمن ديالهم. هنا عندنا يا كيم and لي بجوجهم they. كيم and لي بجوجهم we refer to them as they. اوكي عندنا كيم and لي. عندنا verb to play table tennis the whole morning yesterday. هنا ديجا كاتبه لكم الجواب ولكن غير تبعوا معايا. عندنا هنايا yesterday، الا شفتوا yesterday غادي تقولوا ان الفعل غادي يكون في simple past، ولكن علاش انا درت past continuous؟ علاش؟ انا نقول لكم علاش. حيت هنايا عندنا the whole morning. the whole morning. شنو هو الكونتينوس؟ الكونتينوس هو ملي كتكون عندنا واحد الاكشن مستمره. هنايا نفس الحاجه، عندنا اكشن مستمره في واحد المده. yesterday they played table tennis الصباح كله البارح. هاد the whole morning كتبدل لنا كلشي، هي اللي كتقول لنا اننا غادي نديرو past continuous. هنايا علاش درنا were playing وما درناش was playing؟ حيت كيف ما قلت لكم كيم and لي they were هي اللي كتمشي مع plural. هنا عندنا Patricia work as a policewoman before she retired last year. يعني عندنا حتى هنايا عندنا last year اللي كتعني الباسي، يعني عارفين ان الفيرب ديالنا غادي يكون في الباسي، ولكن علاش درنا had worked هو الباست بيرفكت. علاش درنا had worked؟ حيت كيقولوا لينا ملي تكون عندنا جوج ديال الحدثين في جمله، جوج ديال احداث في جمله واحده، الحدث الاول تيكون في past perfect والحدث الثاني تيكون في simple past. هنايا عاطينا الحدث الثاني. اوكي الحدث الثاني عاطينو لينا اللي هو retired، دايرينو لينا ديجا في simple past. يعني اون فوا غادي نشوفو هذاك في simple past تو سامبلومون غادي نمشيو لهذا الحدث الاولاني اللي هو work وغادي نديروه في past perfect اللي هو had worked. كاينين شي وحدين اللي غادي يقولوا اللي غادي يستعملوا past perfect continuous وحتى هو صحيح، فين غادي يكون الجواب ديالو هو had been working.
حتى اللي قالوا أن هاد حتى اللي استعملوا past perfect continuous حتى هما عندهم جواب تاعهم صحيح. ندوزو تمرين E. قال لنا هنايا fill in the blanks with the appropriate words from the list. حتى هنايا عطينا جوج تاع لي ليست وخاصنا نختاروا الجواب الصحيح. هنايا في الأول عندنا Andrew thinks that the project will positive result. عندنا أول حاجة set out. set out ماشي هي الجواب ديالنا. علاش؟ set out كتعني أنك تنطلق في رحلة ما إلى مكان ما. هذه ما عندها حتى شي علاقة بالجملة ديالنا. تاني حاجة عندنا take up. take up شنو كتعني؟ كتعني أنك تبدا تعلم شي هواية جديدة. حتى هي ما عندها حتى شي علاقة بالجواب ديالنا. يعني شنو تبقى لنا bring about اللي هي إجابة ديالنا صحيحة. و bring about شنو كتعني؟ كتعني سوف يحدث أو لا سوف يجلب أو لا سوف يسبب. هادشي اللي كتعني bring about على حسب الجملة وهي الجواب ديالنا صحيح. Andrew thinks that the project will bring about يعني سوف يجلب positive results يعني نتائج إيجابية. عندنا the parliament voted against child after long debates. أول حاجة عندنا care ما يمكنش أن نديروها. علاش؟ تشقالك voted against. child care is a must. هلا ملي قالوا against يعني child care أول وحدة غادي تمشي من لا ليست. تاني حاجة عندنا job child job. حاجة ما كايناش أصلا في الانجلي ما تنقولوش child job يعني tout simplement كتبقى child labor. وهاد هاد السؤال هذا سهل بزاف ومعروف حتى تكونوا ديجا قريتوه في المقرر ديالكم ديال الباك. so child labor after long debates. ندوزو exercise F. قالك choose the right response. هنا عطينا شي حاجات عطينا واحد الأحداث وخصنا نختاروا response يعني الجواب ديالهم. عندنا هنا Tim I think dolphins are cute and smart animals. قالك كنظن أن لي دوفان هما حيوانات cute وفي نفس الوقت intelligent. ليندا اللي قالت I can't help it ما عندها حتى شي علاقة بالجملة دونك لا. I really regret that هي ما عندها حتى شي علاقة بالجملة دونك لا. شنو كتبقى لنا that's right اللي هي إجابة صحيحة. عندنا number 2 Sophie اللي قالت I'm sorry I've got a complaint about your service the internet connection is very slow. أول حاجة خاصها تشد النظر ديالكم هي complaint حتى ديجا قريتو الكومبلينت يعني الجواب ديالها كيفاش غادي يكون. عندنا that's a good suggestion. هنايا عندنا suggestion هنا complaint يعني definitely not جواب خطأ. عندنا هنايا thank you ميمكنش تجاوب شي واحد جاي يتشكى عليك وتقول ليه شكرا. هذه ما يمكنش دونك thank you غادي تحيد. غادي تبقى B اللي هي okay we will certainly fix that soon واللي هي الجواب صحيح. يعني واخا احنا غادي نحاولوا او لا غادي نصلحوا هذاك المشكل ديالك soon يعني قريبا. جي عندنا respond to the following situations. هنا عندنا دي situation وخاصنا نجاوبوا عليهم او لا كيف ما تنقولوا نعبروا عليهم. هنا عندنا situation الاولى I feel bored today I really don't know what to do. شنو كاتبين لنا make a suggestion. هنايا باش نقول لكم الحاجه الوحيده اللي خاصها تكون عندكم في هذه الجمله هما داكشي باش كتجاوبوا على suggestion. اما لا suggestion ديالك راه الاستاذ ما غاديش يشوف ليها كاع يعني اي suggestion كتبتو راها صحيحه. مهم انكم تكونوا كاتبين لي زيليمون اللي كتعنيك انك كتجاوب او لا كدير suggestion. كتبت لكم هنا مثال how about you go to the amusement park. وإلا كان سؤال ما تنساوش question mark عافاكم question mark ضرورية إلا كان شي سؤال. عندنا to Dave could you share that video with us. عندنا هنايا respond to this request. عندنا هنا request وخصنا حنا نجاوبوا عليها كيف ما قلت لكم كيف ما جاوبتوا سواء كان positive أو لا نيجاتيف. المهم أنكم تخدموا بلي زوتي اللي كيبينوك أن هذه responding to disrespect to request. هنا أعطيتكم جوج ديال الأمثلة إما تقولوا sure أو لا yes no problem. تقدروا تقولوا no I'm sorry I can't. كاين عطا الله ما يتقال مهم تكون
responding to this request. اليوم غادي نبداو writing. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا writing عليه 10 ديال لي بوين، يعني 10 ديال النقاط. كيف ما كنت كتبت لكم في الفيديو اللي قبل، الكومبريهنشن عليها 15 نقطة و language عليها 15 نقطة. دابا عندنا هنايا task 1 عليها 4 ديال النقاط. complete the following paragraph. دابا هنايا عطينا واحد الباراغراف وقالوا لنا complete، يعني خاصنا حنا نكملوه. هذه 4 ديال النقاط في جيبكم، سهل بزاف. شنو طلبوا لينا في هذا التاسك؟ سوري، فوق ما يعطيكم شي حاجه بحال هكا سهله بزاف، عرفوا راسكم غادي تعرفوا تجاوبوا. قالوا لنا many people leave the countryside to live in the city for several reasons. كاتب لنا first, second, third, finally. اجي نشرح لكم. قال لنا many people يعني بزاف ديال الناس leave the countryside كيهربوا اولا كيمشيو من العروبيه to live in the city for several reasons. كيمشيو من العروبيه باش يسكنوا في المدينه، العروبيه countryside، المدينة city for several reasons، يعني لأسباب متعددة. هنا دايرين لنا first, second, third, finally، يعني فهاد first, second, third and finally غادي تكتب الأسباب. هذا سهل بزاف، تقدر تكتب اللي بغيتي. مثلا تقول lack of job opportunities، كيمشيو باش يقلبوا على خدمة، كيمشيو على قبل مثلا على قبل الصحة، هنايا في المدينة تكونوا الأطباء موجودين تقدروا يداويو راسهم، مثلا باش يوفروا لعائلاتهم واحد الحياة اللي هي مزيانة، يكونوا مرتاحين في الحياة ديالهم. كاينين بزاف ما تكتبوا. اعطيكم هنايا امثله، مثلا lack of job opportunities، يعني كيمشيو للمدينه باش يقلبوا على خدمه. second مثلا الصحه، access to better health care. الرابعة مثلا قبل القرايه باش يوفروا لوليداتهم قرايه اللي كتكون مزيانه. كيف ما كتعرفوا بزاف ديال الناس في الكونتري سايد كيعانيو وليداتهم من القرايه، تكونوا المدارس بعاد، تيوصلوا واحد لاج ما تقدروش مازال يكملوا القرايه، سورتو البنيتات. يعني هذه سبب مهم بزاف ان الناس كيمشيو من العروبيه باش كيمشيو للمدينه. access to better education for their children. finally هنايا كتجيو تكتبوا اخر انفورماسيون عندكم. كيف ما كتشوفوا معايا سهل بزاف، يعني تقدروا تجيبوا اي فكره عندكم تجيبوها وتكتبوها. مثلا نقولوا social life for social life and entertainment. كيلقاو فين يديو وليداتهم، كيلقاو فين يخرجوا، فين يدوروا، فين يلعبوا. كيف ما كنتو تعرفوا بان المدينه فيها بزاف ديال الحوايج، فين بزاف ديال البلايص اولا بزاف ديال الحاجات فين الناس يقدروا يعلموا وليداتهم اولا يخرجوهم، يديهم يدوروا اكسيتيرا. هذا هو التاسك الاولى. دابا غادي ندوزو نشوفوا التاسك الثانيه. انا كيف ما كتشوفوا انا ديجا مجاوبه، ولكن قبل ما نوريكم، قبل ما تشوفوا الاجوبه تبعوا معايا الشرح. تاسك 2، هاد تاسك 2 عليها 6 بوينت، يعني هادي عليها لي بوين اكثر من الاولى. قالوا لنا you noticed that your neighborhood is dirty. لاحظتي ان الحي neighborhood الحي اللي كتسكن فيه is dirty موسخ. Write an article for the local newspaper to suggest ways to keep your neighborhood clean. قال كتب واحد الارتيكل او مقاله local newspaper الجريدة المحلية ديالك، وكتقترح عليهم طرق you suggest ways، كتقترح طرق باش to keep باش تخلي الحي ديالك نقي. to keep your neighborhood clean. اول حاجه غادي نقولها لكم شنو هي مقاله اولا كيفاش كنكتبوا مقاله. الا بغينا نكتبوا مقاله يعني ارتيكل، خاص يكون عندنا هاد الشروط. اولا العنوان خاصو يكون ملفت للنظر، وفي نفس الوقت يعطي القارئ فكره على الموضوع اولا سوجي اللي غادي يكتب عليه.
تاني حاجة المقدمة خاص يكون فيها معلومات في نفس السياق ديال الموضوع، وخاص تكون تخلي القارئ يبغي يكمل القراية على الموضوع اللي داوي عليه. يعني المقدمة ديالك خاصها تاتيغي هذاك القارئ باش يكمل القراية. ثالث حاجة عندنا العرض ديال المقالة خاص يكون فيه معلومات مفصلة على الموضوع، خاص ترتبوه الفقرات، وكل فقرة غادي تكون فيها شي نقطة أو لا فكرة رئيسية، وخاص يكون فيه حتى شي دلائل اللي كتدعم الموضوع ديالك. إلا كنتي داوي على شي حاجة ديال السياسة أو لا، خاص ضروري تعطي دلائل أو أمثلة أو لا واقتباسات على حسب السوجي اللي انت داوي عليه وشنو كتعرف عليه. رابعا اللي هي الخاتمة خاصها تلخص النقاط المهمة ديال المقالة وتعطي آخر فكرة على داك الموضوع اللي كتبتي عليه، أو تقول للقارئ to urge the reader، تقول القارئ نوض زعما تصرف، خذ الإجراءات أو لا ساهم في هادشي اللي دوينا عليه. خامس حاجة المراجع، يعني إلا خدمتي شي مرجع أو استخدمتي شي مرجع وانت كتكتب المقالة ديالك، خاصك ضروري في الاخر ديال المقالة تكتب البلاصة منين خديتي هذاك المرجع، بلاصة منين قريتيها ولا البلاصة منين اخديتيها، سواء كان سيت سواء كان كتاب سواء كان جورنال، اي حاجة تكتب المصدر ديالها. سادس حاجة وهي آخر حاجة التنسيق. بالنسبة للتنسيق خاص المقالة ديالكم تكون بيان بريزونطي، يعني تكون مكتوبة ومقادة مزيان، وأهم حاجة هي أنها تكون سهلة في القراية. ملي غادي يجي الأستاذ يصحح خاص تكون سهلة في القراية ويعرف يقرأ. غنجيو هنايا نشوفوا المثال ديال المقالة اللي كتبت لكم هنايا وغادي نبداو. انا ما درتش لكم هنايا العنوان حيت اي واحد كله العنوان يقدر يدير، بديت نيشان في المقدمه. هنايا في المقدمه كتبت keeping your neighborhood clean is essential for creating a pleasant and healthy environment for everyone. It's easy to take for granted the cleanliness of our surroundings, but it requires effort and commitment from all of us to keep our neighborhood clean. Here are some simple tips that you can follow to keep your neighborhood clean. هنا في المقدمة كتبت درت لهم على كيفاش زعما كيفاش تكون عندنا neighborhood أو الحي ديالنا مسخ، كناخدوها بواحد الطريقة for granted، يعني ما كنتسوقوش ليه، تنقولوا صافي الا كان مسخ صافي ماشي مشكل وندوزو ليه. وقلت ان في الاخر قلت غادي نوريكم او غادي نعطيكم simple tips كيفاش نقدروا نخليو الحي ديالنا نقي. هذا هو فين كيبدا العرض. كيف ما كتشوفوا هنا العرض قسمته الربعه سمحوا لي 5 ديال الفقرات، كل فقره كتعطي فكره وكندوي على هذيك الفكره اللي اقترحتها. بحال مثلا هنايا proper disposal of waste، يعني طريقه مزيانه باش اننا نحيدو او لا نتخلصوا من الزبالة. عندنا هنايا proper waste disposal is the first step in keeping your neighborhood. قلت لهم مثلا أفضل طريقة مزيانة اللي كنتخلصوا منها من الأزبال هي أول step، يعني أول خطوة باش نخليو الحي ديالنا نقي اكسيتيرا. تقدر تشرح النقطه ديالك كيف ما بغيتي. انايا درت العرض ديالي فيه 5 ديال لي باراغراف، كل باراغراف تيتكون من نقطه. اخر حاجه عندنا هنايا هي الكونكلوجن اللي هي الخاتمه. كتبت ان كونكلوجن ودرت الخاتمه ديالي، هضرت لخصت كلشي اللي هضرت عليه وكتبته. هذا هو غادي غيكون هنايا باش اللي بغى يقراه يقدر يقراه. وواحد الحاجه ماشي حتى تعطيوكم بزاف ديال لي لين اولا بزاف ديال الاسطر، يعني خاصكم تهضروا تكتبوا اولا تعمروا دوك الاسطر ديالكم كاملين. لا ماشي ضروري تعمروا دوك الاسطر ديالكم كاملين. الا قلتوا غير فهمتها في العرض درتوا غير 2 اولا 3 ديال الافكار راه مزيانين، ونقصتوا الخاتمه راه مزيانين. مهم يكون عندكم داكشي منظم ومقاد، ماشي ضروري كيف ما درت انايا هنايا شرحت بزاف على النقطه ديالي. لا تاهي ماشي ضروري تكتب غير جمله اولا شي حاجه واضحه اللي كتشرح فيها هذيك النقطه اللي كتبتيها راه كافيه. ماشي ضروري
انت كتعمروا كاع هاد السطوره اللي عاطينكم. واخر حاجه اللي بغيت نقول لكم هي تردوا البال الخط ديالكم عافاكم. انا كنت طحت في هاد المشكل في الباك ديالي، طحت في المشكل ديال الخط. الا كنتي تتكتب اولا خطك كبير فحالي انايا لقيت راسي ما عنديش بلاصه فين نكمل. يعني قبل ما تبدا الكتابه راجع خطك. الا كنتي تتكتب صغير حاول تكبرو شويه باش عاوتاني ما يبانش الباراغراف ديالك صغيور. ولا كنتي كتكتب كبير حاول تصغرو شويه باش تكفيك المساحه. هذا غير خطا كنت طحت فيه انا وبغيت نوريكم. الا لقيتو هادشي استفدتوا منه بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده. وشكرا على المشاهده.